مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فكرة لبكرة. فكرة اليوم تتعلق بموضوع الزراعة من أكثر الموضوعات في مصر والتي قامت عليها حضارة نهر النيل، ولكن هل الزراعة الآن في حاجة إلى اختراعات كثيرة من أجل أن نطور الآلات التي تركها لنا أجدادنا الفراعنة؟ هذه الحلقة نقدم ريبوت آلي يخدم مجالات الزراعية من خلال المهندس محمد عبد الوهاب. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. باشمهندس، يعني فكرة ريبوت آلي يستخدم في الزراعة، نتعرف أولا على فكرة الريبوت، ثم ثانيا أهم استخداماته. هو الروبوت عامل زي الانسان الآلي. الانسان ده هيكون فيه عقل الكتروني، هنتحكم فيه عن طريق الريموت او عن طريق المحمول، ممكن برضه عن طريق المحمول، وممكن يتطور عن طريق القمر الصناعي. بس ده هيكون في الاستخدامات اللي هي المساحات الكبيرة بالنسبة للحكومة. ده هيكون ريبوت طائر ولا ريبوت يعني يمشي في مجارات معينة وفي مسارات تحددها في الأرض الزراعية؟ لا، هو ممكن يتعمل طائر وممكن يعني يمشي ويتحرك عادي، بس ده هيكون في المساحات اللي هي الصغيرة عشان التكلفة وكده. يعني واحد عنده 10 فدادين 5 فدادين او مساحة ارض على قده هيستخدم الانسان الآلي اللي هو الصغير اللي هو اللي بيمشي ده. في واحد عنده مساحة كبيرة ممكن يستخدم الروبوت يكون بيطير ويرش الحاجة بتاعته او يستخدم الحاجة بتاعته. اعتقد اهالينا في الصعيد وفي الدلتا هيقولوا يعني ممكن الفكره، يعني الفلاح اللي ماشي الصبح بالفاس ممكن تختفي ويطلع لنا روبوت آلي يعمل لنا الاعمال، اديله الاوردر او الاوامر وينفذها. هو ما عادش في فلاح دلوقتي جاهل. الفلاحين على فكره لا انت حضرتك انا ما قلتش كده، انا بقول يعني دول اصحاب الحكمه والصبر على طول. لا، انا بتحدث عن فكره ان يكون الفلاح التقليدي، فكره الفلاح التقليدي تختفي من السهل. لا، الفلاح التقليدي مش هيختفي ولا حاجه، هو له استخدامات. انا كل ما فيها ان انا خففت الاعباء من عليه. يعني بدل ما هينزل في الحر وهيشتغل، لا، هو هيستخدم الروبوت او صاحب المزرعه هيستخدم الروبوت. طيب، اهم الاعمال يا دكتور؟ اهم اعمال ان انا ممكن مثلا اوفر يرش ارض زراعيه ميه ولا حاجه، ويوفر ويتحكم في نظام الميه، ما يكونش فيه ميه متسربه كتير او اهدار ميه بنسبه كبيره. الحاجه خلينا نقف عند الرش وبعدين فكره المياه، لان لدينا طرق رش يعني حديثه، يعني سواء كان بالرش او تنقيط او طرق اخرى، لكن فكره الرش، كميه الرش اللي ممكن يشيلها وعدد الافدنه والسرعه بتاعته. هو ممكن يشيل حوالي 300 قصدي 30 لتر ميه. هو بيحمله على ظهره ويغطي مساحه صغيره. بيبقى فيه تانك تاني، بمجرد ان هو يفضي التانك اللي هو اللي معاه بيرجع بحمله التانك التاني وبعبيه. انت حضرتك بتغذيه بشريحه الكترونيه؟ اكيد لازم يكون في شريحه الكترونيه، حتى لو كان بالاخص مع الجهاز المحمول. بترفع له مساحة الأرض، يعني مساراته، يعني هو هيكون حافظ يعني الشجر اللي هيتم رشه. بالنسبة مثلا الأرض، هو في على الجهاز المحمول هو بكل حاجة بتكون مصورة، بحدد له المكان، بشوف من خلال الكاميرات، في كاميرات متركبة في الروبوت، بشوف هو بيعمل ايه بالظبط، واحدد له الحاجة اللي بيرشها ويتنقل من مكان لمكان عن طريق المحمول. يعني حضرتك بتتحكم فيه من خلال عن بعد، يعني حضرتك بتتحكم فيه وفي عمله من خلال سيستم يعني التغذية. بالظبط كده. برضو ممكن عن طريق الروبوت، لو كان مساحة الأرض صغيرة ممكن عن طريق روبوت صغير. الريموت ده ممكن مثلا مساحة فدان أو 2 فدان، الشخص اللي يستخدمه يكون قاعد على الأرض ويبدأ إن هو مثلا يعني كمان ممكن على مساحات الصغيرة. تكلفته هتكون كام يا باشمهندس؟ يعني بالنسبة اللي هو فدانين هيكون 15,000، لأن هيكون إمكانياته مش محتاج جهاز اتصال بالمحمول ولا حاجة زي دي، هو 15,000. لكن بالنسبه للمساحات الكبيره، يعني لو انا عندي مثلا 200 فدان ولا 100 فدان، ده هيكون روبوت كبير. ده هيحتاج اشيل التانك حوالي 300 لتر ميه او 300، لان بيغطي مساحه كبيره وحجمه بيبقى كبير. غير ان هو ممكن يطير، يكون فيه دفع هوائي ويتحرك فيه ويرش المبيد او يرش الميه. وممكن برضو يقص الحشائش، اذا كان في حشائش هيقصها. في الحالة دي يعني احنا بنتكلم على مستويات وأحجام مختلفة. طريقة الشحن أو طريقة الطاقة اللي هيستمدها منين؟ عن طريق بطاريات هتكون متركبة في الروبوت. الروبوت ده هتغذي البطاريات بالكهرباء اللازمة له.
طيب يعني روبوت او روبوت بيغذى بالشحن الكهربائي، او بس ده مش طاقة يعني إضافية تحمل على الطاقة الموجودة حاليا؟ لا، ما فيش طاقة إضافية. ممكن الطاقة دي عن طريق المولدات اللي هي المية، مية النار، في اللي هي بتستخدم في العربية. في شحن كهربائي، ممكن أجيب مثلا بطارية بتاعت عربية وأشحن بيه البطارية. أو يعني هو مصدر طاقة أيضا، يعني هو أيا كان طريقة الشحن. طيب فكرة يعني استمراريته عمره ممكن يكون قد إيه؟ لا، يتراوح من 15 ل 20 سنة. معقولة يعني ممكن يتحمل ده؟ ممكن يتحمل مع الحفاظ مع القطع، يعني إذا حصل في أي اختلاف بيتغير الجزء التالف أو يتم تصليحه عادي، ما فيش حاجة. حضرتك كمان يعني رعيت نوع الأرض، سواء كانت أرض طينية أو أرض رملية؟ لما هكون أرض رملية هكون أسهل من الطينية. الرملية مثلا في قص الحشائش هتطلع بسهولة، لكن في الطينية يعني الجذور بتاعتها بتبقى صعبة شوية. صعب ان احنا نطلع الجدر بتاعها شوية. انت حضرتك بدأت في تصميمه ولا ده مازال يعني حضرتك في طور التصميم؟ احنا بنصمم فيه دلوقتي في كلية الهندسة، وان شاء الله قريب هيطلع بإذن الله. ان شاء الله. هنفكر ان ممكن يكون روبوت يجمع لنا القطن. ان شاء الله باذن الله، بس نخلص من ده وبعد كده نشوف القطن محتاج تطوير على فكره، ومحتاج يطلع قطن زي زمان طويل التيله، لان القطن موجود دلوقتي قصير التيله مش طويل. فاحنا محتاجين ان احنا نرجع للبذره الاولى ونعيد هيكله محصول القطن، ونشوف ان شاء الله نعمل حاجه يعني مناسبه له باذن الله. حضرتك متحفز ان احنا يعني نعمل الروبوت قبل ما نطور محصول القطن؟ هنطور الاول محصول، بعد كده نعمل الروبوت باذن الله. هل الروبوت ممكن يريح يعني أهالينا في الصعيد وفي الدلتا من المزارعين، لكن هل العائد الاقتصادي مناسب يا دكتور؟ طبعا هيكون في عائد اقتصادي، هيريح المزارع. غير كده التكلفة، يعني هو لو حسب في مدة 15 سنة هيصرف قد ايه على الأرض من عمالة، هيلاقي عدت أكتر من 20,000. لكن ده يعني في حدود 15,000 وممكن أقل كمان. لما نصنع تكون التكلفة هتكون أقل بإذن الله، فهيوفر له ماليا، غير ان هو هيريحه في عمله، غير ان مع تطور التكنولوجي بقى هيواكب العصر اللي موجود الحديث. يعني هذه فكرة بنقدمها يعني إهداء لكل مزارعي مصر. نتمنى أن يعني ترجع مرة تانية زي زمان أغنية عبد الوهاب، يعني محلاها عيش الفلاح، تكون عيشة هنية في ظل اختراعات جديدة من أبناء الشعب يخدمون الفلاح المصري. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.